الدنيا دي الضرب واحنا الزوار. اهلا وسهلا بكم، معاكم محمد تركي، برنامج ضرب الزوار. وزيارتنا النهارده لدوله جزر القمر. دوله جزر القمر دي دوله عربيه انضمت لجامعه الدول العربيه عام 1996. تخيل كده دولتك او مدينتك مرتبطه اسمها باسم القمر. طبعا مفيش احلى ولا اجمل من كده. المساحة الكلية لدولة جزر القمر حوالي 1800 كيلو متر مربع، يعني دولة صغيرة. اللي عدد السكان الكلي 900 ألف نسمة، يعني أقل من مليون نسمة. المكان أو الموقع بتاع جزر القمر ده هي 4 جزر بيقعوا داخل المحيط الهندي في آخر قارة أفريقيا، بالتحديد ما بين دولة مدغشقر ودولة موزمبيق. يعني أي حد بتسأله بالتعبير المجازي ان هو من مكان بعيد، تقول له هو أنت منين يا عم؟ هو أنت من مدغشقر ولا من موزمبيق؟ لا، جزر القمر هي كمان أبعد منهم بشوية، يعني هي داخل المحيط الهندي. جزر القمر تتكون من 4 جزر رئيسية. 3 منهم بس اللي حصلوا على الاستقلال من دولة فرنسا عام 1975. والجزيرة الرابعة اللي هي مايوتا لحد دلوقتي هي خاضعة تحت الحكم الفرنسي. أيام الاستقلال السكان بتوع جزيرة مايوتا رفضوا الاستقلال عن فرنسا. 3 جزر بس هم اللي استقلوا عن فرنسا. بس ايه اللي يخلي فرنسا مهتمة قوي ان هي تكون مسيطرة على جزر صغيرة داخل المحيط الهندي؟ كل ده واكتر هنعرفوه في الحلقة دي. بس قول لي في الاول، عملت اشتراك بالقناة لسه؟ عيب عليك، يلا اشترك بالقناة واعمل لايك للفيديو ويلا بينا. عام 1975 استقلت دولة جزر القمر عن الاحتلال الفرنسي استقلال تام، ما عدا جزيرة واحدة اللي هي جزيرة ميوتا لحد دلوقتي قاعدة تحت الحكم الفرنسي. وعلشان تخش الجزيرة دي محتاج فيزا شنغن علشان تخش جزيرة ميوتا. بس ايه السبب اللي خلى فرنسا مهتمة جدا ان هي تحتل الحتة الصغيرة دي في المحيط الهندي في اخر قارة افريقيا؟ مكانها استراتيجي كبير. ليه؟ لانها ايام ما احتلتها فرنسا في القرن ال16 الميلادي كانت التجارة العالمية بتعتمد على رأس الرجاء الصالح، طريق رأس الرجاء الصالح اللي هو بيجي من الهند والصين وبيلف ما بين افريقيا لحد ما يدخل السفن ما تدخل من مضيق جبل طارق وتخش على اوروبا قبل افتتاح قناة السويس. واياميها دي كانت انجلترا محتلة جنوب افريقيا ومعظم دول جنوب افريقيا، ففرنسا طبعا لازم تاخد حتة من التورتة. ما لقيتش قدامها غير جزر القمر واحتلتها فعلا، لان هي كانت متحكمة في مضيق مدغشقر اللي هو مضيق اللي هو داخل حدود مدغشقر وموزمبيق. الجزر دي قاعدة في النص، يعني اي سفن بتاعت التجارة العالمية لازم تعدي من ناحيتها. دولة جزر القمر في الأساس هي اللي اكتشفها، أو السكان الأوائل اللي سكنوها وعمروها وخلوها، يعني عملوا منها دولة، اللي هم العرب، وبالتحديد أهل دولة عمان واليمن. ولحد دلوقتي الجسور بتوع السلاطين العمانيين موجودة لحد دلوقتي في دولة جزر القمر. بعد كده الحال اتدهور للحكام العمانيين وجاء الاحتلال الفرنسي، وفرنسا احتلت الجزر القمر في القرن ال16 الميلادي. دولة جزر القمر أغلب سكانها مسلمين، يعني تقريبا 100% السكان بتوعها مسلمين. الطابع الديني الإسلامي تلقاه منتشر جدا في دولة جزر القمر. الجوامع تلقاها في كل مكان. اللغة الرئيسية لدولة جزر القمر هي لها 3 لغات، اللغة الفرنسية والعربية واللغة الثالثة اللي هي السواحلية أو اللغة القمرية. بس هم معتمدين اللغة العربية والفرنسية والقمرية، دي لغات رسمية. بس أغلب السكان أو معظم السكان تقريبا بيتكلموا ما بين بعضهم هي اللغة
الفرنسية. يعني اللغة الفرنسية هي اللغة السائدة أو اللغة الدارجة في دولة جزر القمر. واللغة العربية تعتبر يعني ايه شبه منعدمة، ما بيتكلمش غير اللغة العربية غير الطلبة اللي راحوا درسوا في الدول العربية، وبالتحديد في مصر في الجامع الأزهر والمملكة العربية السعودية، أو بعض من العلماء الدين اللي هم ايه بيتكلموا شوية اللغة العربية. في عادات وتقاليد لدولة جزر القمر، عادات مهمة جدا زي الزواج الكبير. يعني الواحد ممكن يتزوج عادي، زواج بيتزوج واحدة ويعملوا حفلة زفاف، بس لازم بعد سنة 2 10 15 سنة يعملوا حاجة اسمها الزواج الكبير. واللي ما يعملش الزواج الكبير ده ما يعتبرش اللي هو ذو قيمة في المجتمع، أو المجتمع نفسه ما يدهوش قيمة مرموقة في المجتمع، أو ما يتولاش المناصب الكبيرة زي الوزارات. أي حاجة كبيرة ما يتولهاش، يعني قيمته في المجتمع ما تكتملش غير لما يعمل الزواج الكبير. والزواج الكبير ده مكلف جدا داخل دولة جزر القمر، لانها بتبقى حفلة، والحفلة دي بتتمد من 10 ايام ل 15 يوم، فيها الذبايح، وكل اهل القرية لازم ياكلوا في اليوم ده. فهم دايما بيعتمدوا ان هم يعملوا حفلات الزواج الكبير في شهور الصيف، لانه معظم شباب دولة جزر القمر مهاجرين لفرنسا، فهم في الاجازات بيرجعوا بلدهم وبيعملوا قصة الزواج الكبير في مدنهم بعد ما يرجعوا من فرنسا ومعهم الاموال والفلوس عشان خاطر يقدروا على تكاليف الزواج. دولة جزر القمر تعتبر دولة ديمقراطية حرة نزيهة. يعني الدولة الرئيس بتاعها بيمشي بالانتخاب، كل مدتين رئاسيتين بيتغير رئيس. يعني هي تبع الدول العربية، بس هي مختلفة عن شوية عن الدول العربية، ان هي دولة ديمقراطية 100%. ودولة جزر القمر بتعتمد الاقتصاد الرئيسي بتاعها على الزراعة، زي زراعات جوز الهند والنباتات العطرية اللي بيصدروها لفرنسا عشان يعملوا منها العطور. وبيعتمدوا برضو على صيد السمك، لأنه جزر القمر تقع داخل المحيط الهندي، يعني المية محوطاها من الأربع جهات. كل الناس اللي راحت دولة جزر القمر بتتكلم عن جمالها، وإن هي دولة غنية جدا بالموارد الطبيعية، والاستثمار فيها خصب لأي حد حابب إنه يروح يستثمر في دولة جزر القمر. دولة خصبة وقابلة للاستثمار، أي حد يروح يستثمر فيها دي بتكون حاجة كويسة ليه. الاسم الأساسي اللي اتسمت به جزر القمر، أول ما الرحالة العرب أو بالأخص العمانيين أول ما راحوا دولة جزر القمر وراحوا دخلوها بالليل، ولقيوا القمر فيها بدر. القمر فيها كان ساطع جدا، يعني تحس انه قريب منك خالص، فسموها جزر القمر. في ناس كتير بتقول عليها حاليا دولة جزر القمر مش القمر، بس كل الدراسات وكل المؤرخين اجمعوا ان هي الاسم الحقيقي ليها جزر القمر، او بالانجليزي بيقولوا عليها كوموروس. ودي كانت زيارتنا لدولة جزر القمر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.